وصفتنا اليوم الشرك العراقي، سويت لكم اياه اليوم بأبسط طريقة ومكونات متوفرة عندنا بالبيت، وخلال ساعة راح يكمل عندك، ما بين تخمير وما بين عجين وتخمير وشوه بالفرن راح يكمل عندك أحسن شرك. أنا بثلاث أكواب طلعت عندي كمية خير من الله، أنتوا تقدرون تضاعفون الكمية اللي تردوها، ينفع للعصرونيات ويا شاي، تقدرون تطول الجهال من يروحون للمدارس. تابعوا الفيديو وياي للأخير وشوفوا المقادير وطريقة التحضير. المقادير عندي هنا كوب ونص من الحليب الدافي، ضفت عليهم خاشوقة كبيرة من الخمرة وخاشوقتين كبار من الشكر، اخلطهم كل زين واعوفهم على صفحة لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل عندنا الخمرة. هاي المرحلة كلش مهمة عندنا حتى نعرف صلاحية الخمرة انه تخمر لو لا، مرات اكو ترى خمرة ما تشتغل. من بعد ما اختمرت عندنا الخميرة خليت هنا ربع كوب من الزيت، وعندي هنا 3 أكواب من الطحين، ضفت عليهم كيس من الفانيلا وكيس من البيكنج باودر، وابدي اضيفهم على الحليب بالتدريج، يعني كوب كوب. انا ليش دائما اقول انه الطحين ينضاف على السوائل بالتدريج؟ لان كل طحين ونسبة سوائل اللي ياخذها. ضفت اول كوب وهذا ثاني كوب، وهسه اضيف الكوب الثالث، وابدي اعجنهم كل زين. من بعد ما عجنت وكملت اخليهم بمكان، اخلي العجينة بمكان دافي حتى تتخمر عندنا. هسه اختمرت عندي العجينة، سنبدي بمرحلة التشكيل بقى حسب ذوقكم، شلون تردون تشكلوها شكلوها، والحشوة تردون تحشوها، تردون تخلوها بدون حشوة، حشوها تمر، حشوها حلقوم، هاي بقت يعني حسب رغبتكم. انا هسه هيك سويتها بهالشكل هذا، وبديت الف بيها، يعني هسه شلون بهاي الحركة سويتها وطويتها وسديت الاطراف منها ومنها حتى ما تنفتح عندي بالشوي. هسه بأي صينية فرن عندكم تخلون ورق زبدة، أنا ورق الزبدة أبد ما أستغنى عنه، وعندي أحسن نوعية بالسوق عندي هذا الفالكون اللي تحترق، ونوعية كلش راقية وزينة يعني. جربت كل أنواع الأوراق، ورق الزبدة ما عدا هذا شوية ارتاحت له، يعني ما يلزق أبد ونوعيته كل زينة. هسه نخلي الشرك عندي هذا دبس نخليته بمي، ونخليه بعدين نغطي الشرك بالسمسم. هاي هسه عندي اني حشيتها بالحلقوم، انا قلت لكم انتم بعد حسب رغبتكم شلون تردون تخلون بيها خلوا. هسه مديتها بهالشكل هذا، وابدي اخلي الحلقوم بنصها وابدي اسدها، وابدي يعني هم ارجع الف بيها هيجي بهالحركه هاي، وارجع هم اسد الاطراف. وبديت اقطع بيها شلون هاي نجيبها من السوق، يعني هيك نسوي بيها فتحات نفس هاي بالضبط اللي نجيبها من السوق. كملنا تشكيل كل الكمية. هسه نبدأ المرحلة الثانية مالت التخمير. بما انه هسه الجو بارد عندنا والعجينة ما راح تختمر عندكم بسرعة، فايش تسوون؟ شغلوا الفرن لمدة 5 دقائق، بس يحمى عندكم الفرن طفوا النار وخلي الصواني بالفرن، بس مجرد انه بالحرارة مالت الفرن راح يختمر عندكم العجين بسرعة. اختمرت عندي العجينة بهالشكل هذا. هسه اخليها بفرن حاميته لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 160، اخليها لمدة 10 دقائق على العين الجوة، بس اتفحصها تستوي من جوا، اطفي العين الجوة، اشغل الفوق بس مجرد تحمير. اخر خطوة عندنا هاي اختيارية، بشيرة خفيفة وبفرشة، وابدي المع وجه الشرك. وهذا الشرك كمل، واتمنى تكون طريقة تحضيره والمقادير تكون واضحة لكم، واتمنى تجربوا وتنطوني رأيكم بالتعليقات. واللي يشاهد قناتي اول مرة اتمنى منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم اشعار بكل وصفاتي، واتمنى منكم ايضا تعليقات حلوة ولايكات، لان هاي التعليقات واللايكات تصعد من مستوى القناة، وتحياتي لكم.